السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال مع الجو الصعب اللي احنا فيه النهارده زي ما احنا شايفين مش مستحملين ان احنا نقف في المطبخ، عايزين اكل سريع. هقدم لك فكرة يا رب تجربيها وتعجبك، وان جربتيها وعجبتك اوعي تنسيني في اللايك والشير واشتراك في القناة ما كنتيش مشتركة عشان تشوفي كل اللي بنزله جديد. جبت الدبابيس وكنت متبلاها ببصلة وملح وفلفل بالمرتة بتاعت الفراخ. بعد طبعا ما غسلينها ومنشفينها ومصفينها، حطيت المرتة وحطيت عليها كمان بابريكا وحطيت عليها معلقة كاتشب. توابلها خفيفة وبسيطة وهتطلع طعمها حلو عشان الحر وتبقى حلوة. كمان جبت بصلتين مبشورين عملتهم جوليان زي ما احنا شايفين، وحطيت برضه عليهم رشة ملح بسيطة وفلفل اسود، وهحط كل الدبابيس عليها بالطريقة دي زي ما احنا شايفينها مع بعض. هعمل عكس التانية عشان الطاجن يشيلهم، او لو طبعا تبع الطاجن بتاعك. المهم حطيتهم كلهم مع بعض وكنت مشغلة الفرن مسخناها. هنحطهم في الفرن في اكل سريع بسرعة، مش هيكملوا تلت ساعة هيكونوا استووا. وحطيت عليهم باقي التوابل زي ما احنا شايفينها كده مع بعض. حطيتها من تحت الاول لما ابتدت تستوي حوالي 10 دقايق، وال10 دقايق التانيين حطيتهم تحت الشواية خدوا لون حلو. وقدمت معاهم الرز بالشعرية، عايزة تقدميها مع سلطة خضراء، عايزة تقدميها مع رز زي ما انت عايزة. وكان عندي شوربة كوسة وحطيتها معاهم مخلل ويا رب تعجبكم فكرة الغدا السريع.